السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نشارك معكم بعض الحيل والأسرار اللي نعتمد عليها في المطبخ نتاعي باش تنجح معكم الوصفات. كاين بعض الأسرار راكم شفتوها معايا من قبل في عدة وصفات وكنت نأكد عليها بزاف، وكاين بعض الأسرار جدد غادي تشوفوهم في هذا الفيديو. أنا فقط ملاحظة قبل ما نطرقوا للأسرار اللي غادي تشوفوهم فيما يخص الحلويات الفرنسية وأيضا بعض الحلويات الجزائرية. هاد الحلويات يتطلبوا الميزان، يعني المكونات او المقادير اللي تحضروا بهم هاد الحلويات لازم يكون عندكم ميزان باش تكون المقادير مضبوطه، لانه لو كانت تزيدوا غير شويه ولا تنقصوا شويه من المكونات غادي الذوق يختلف، يعني ما غاديش يخرج لكم كما نتاع المحلات. وكاين تاني الماتيريال اللي نستعملوا في الباتيسري لازم يكون عندكم حاضر باش يجيكم كيما تاع المحلات متحوف، مثل هذاك الاطار اللي ركبوا فيه الجينواز، مثل ايضا هذاك السكين اللي يجي كبير وعنده الاسنان مثل المنشار من تقطعوا به القطع يجوكم متحوفين. يعني هذه الوسائل ماشي تشروهم كامل على ضربه ولا في وقت واحد، مره على مره تشروا حاجه. وما تنسوش اخواتي الى عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق. غادي نبدو اولا بالسكر والبيض. السكر والبيض في اي وصفه نتاع كاطو مثل لي مادلين ولا الطورنو ولا اي وصفه اخرى، الا كان حاضر البيض والسكر وسكر فانيلا خلطوهم جيدا حتى تتحصلوا على خليط كريمي، ومن بعد كملوا الوصفه نتاعكم. هذا الخليط الكريمي هو اللي غادي يعطي هشاشه للكاطو. بالنسبة للسر الثاني اللي يتعلق بالسكر البني أو السكر كازوناد، كاين بزاف اللي يقولوا لي باللي مين نشروه ونحلوا هذاك الكيس ونستعملوه من بعد يولينا الصلب يبس. وهذا الكيس راكم تشوفوا فيه راني حلاته اكثر من شهرين، وكان عندي من قبل سكر بني وضعته مباشره في البلاره. شوفوا هنا كيولي لكم صلب. لتفادي هذه المشكله شنو غادي نديروا؟ من تحلوا شكاره نتاع السكر البني وتستعملوا هذاك السكر، من بعد شديروا توضعوا قطعه خبز لداخل في وسط السكر. هذيك القطعه تاع الخبز هي اللي غادي تمتص هذيك الرطوبه، لان هذه النوعيه تاع السكر البني الرطوبه ترجعه يابس بسرعه. ماذا بكم وضعوا في بلاره ولا في علبه محكمه، اذا كانت عندكم حاضره وضعوا كميه نتاع سكر بني، بعد وضعوا في الوسط الخبز، وبعد عادوا زيدوا كملوا الكميه المتبقيه وغلقوا للبراره. لما كانت عندكم حاضره العلبه المحكمه غير في هذا الكيس وضعوا في الوسط القطعه تاع الخبز وغلقوا عليه جيدا. وكل مره تبغوا تستعملوا هذاك السكر نزعوا هذيك القطعه تاع الخبز ووضعوا اخرى جديده. الخبز هو اللي غادي يمتص الرطوبه وما يخليش السكر يبس لكم. هنا ثالثا الفارينه، الا كان عندك كميه تاع فارينه وتشوفي فيها باللي كرات صغار وما كانش عندك الوقت باش تغرب ليها ولا عجزتي باش تجيبي الغربال وتغرب ليها، هنا فقط بواسطه ان فوي تقعدي هكا تخلطي فيها جيدا حتى هذوك الكرات ينحلوا، ومن بعد في الاخير وكانكم راكم غربلتوها. وبطبيعه الحال هذه الطريقه تصلح مي تكون عندكم الكميه نتاع الفارينه اقل من كيلو. هنا بالنسبه للبصل باش يجيكم طايب مليح ومشي ناشف، مي توضعوا في المقلاة مع شويه زيت وملح. انا في الاول نقوي على النار واحد الدقيقه هكاك ولا اقل، غير نشوف هكا يغلي شويه نطفي على النار ونغطيه ونخليه 5 دقائق فقط في هذيك الحراره. في هذيك الحراره هي اللي غادي ترجع البصل طري وفيه الماء، يقعد فيه الماء تاعه، يعني ما ينشف لكمش كما راكم تلاحظوا. ومن بعد تكملوا الطياب نتاعه، يعني ماشي مشروط تخلوه على نار هاديه من الاول. بعد هنايا نخليه يطيب في خاطره ونكمل الوصفه نتاعي. بالنسبه لي مادلين ولا لي مافن بالشوكولا، هنايا باش يجوكم المساحه العلويه تجيكم رطبه وتجيكم هنايا مشقه، واش لازم ديروا؟ في الاول لازم تخلوهم يرتاحوا واحد النصف ساعه ولا ساعه على درجه حراره الغرفه. علاش؟ باش تتكون هذيك لاكروت ولا القشره من الفوق، وهذيك القشره كي غادي من بعد تدخلوا لي مادلين نتاعكم في الفرن غادي يتشقوا لكم وايضا يجيكم منفوخين. هذه النقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه باش يجوكم محمرين مليح، ماذا بكم في البلاطو ما تكثروش بزاف القطع وخلوها كمسافات بيناتهم باش الحراره توصلهم في جميع الجهات ويتحمر لكم مليح. وايضا لازم تطيبوا ببلاطو واحد خصوصا في البيت. الا كان عندكم محل تقدروا تطيبوا عده بلاطوات مع بعض، لكن في البيت الفرن ماشي كيما تاع المحل، طيبوا ببلاطو واحد.
والان النقطه الاخيره نتاع لا دورور. هاد لا دورور اللي غادي تشوفوها هي اللي نستعملها بزاف في لابريوش، في لامونا وفي لي كرواسون باو شوكولا باش يجونا محمرين مليح مثل تاع المحلات. نوضعوا شويه قهوه فوريه مع شويه حليب، تخلطوها مليح حتى تذوب لكم. ولا ما كانش عندكم حاضره القهوه الفوريه تقدروا تستعملوا فقط القهوه العاديه، نزعوا منها كميه وخلطوها مع البيض، ومن بعد تطلوا لابريوش نتاعكم ولا لامونا ولا الكرواسون قبل ما يتضاعف الحجم نتاعه. انا دائما كما نقول لكم في الوصفات السابقه، لو كان يتضاعف الحجم نتاعه من بعد تطلوه يمكن يهبط لكم بعد ما هذاك الهواء اللي يكون في الوسط غادي يتنحى لكم، من بعد ما يجيكمش شباب. من بعد كي طيبوهم عادي في الفرن نتاعكم وعلى درجه حراره تكون عاليه في الاول، بعد نقصوا منها شويه يجيكم حمر مثل نتاع المحلات. وملا ما بغيتوش هذيك لا دورور يعني ما يكونش محمر مليح، انا شديروا اما تنقصوا من الكميه نتاع القهوه ولا توضعوا فقط البيض لوحده. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله تكونوا استفاديتوا. نقول لكم مع السلامه والى فيديو جديد ان شاء الله.